اهلا بيكم يا مبدعين. في الفيديو ده هنكتشف مع بعض اداة هتخليك تدمج اي صورتين مع بعض كأنك محترف فوتوشوب، او زي ما بتقول كده بقالك 10 سنين اكسبيرينس في الفوتوشوب حتى لو عمرك ما فتحت برنامج تصميم قبل كده، واللي هتخليك تحول اي فكرة في دماغك لصورة حقيقية بمنتهى السهولة. الاداة طبعا اللي هنشرحها النهارده اسمها ويسك اي اي من جوجل. طبعا انت بتفكر في حاجة واحدة دلوقتي وانا هرد عليك. اي حاجه هنستخدمها في فيديو النهارده مجاني 100%. تخيل بقى ممكن تقدر تركب توك توك ماشي في صحراء او في شوارع باريس، او تاكسي برضو في صحراء، او لو معاك صوره شخص ممكن تركبها على صوره خليه يقعد مثلا على الكرسي او يركب على خلفيه معينه تقدر تستخدمها في تصاميمك او صورك انت. مش هطول عليك، انا انبهرت بالنتائج كلها. يلا بينا نبدا علشان اوريك ازاي ومش هطول عليك. اول حاجه كده يا مبدع تبدا تفتح جوجل. هبدا دلوقتي اكتب اسم الاداه، هي اسمها ويسك جوجل لابس. هبدأ أدوس وأختار أول موقع معانا. دي واجهة الموقع بتاعنا، بس في مشكلة واحدة هتواجهك، إن الموقع مش شغال في معظم البلدان العربية. فأنت هتعمل حاجة واحدة وأنا كنت شرحتها في فيديو برضو تبع جوجل، أسيب لك اللينك هنا أو هنا. هي أداة VPN بتشغلها، بتبدأ تلقط بأي دولة تانية علشان تقدر تستخدم الموقع. أنا هسيب لك الفيديو كنت مستخدم فيه VPN معين، أبقى أشوفه. لو أنت مش عندك VPN هيبدأ يطلب مننا تسجيل. هبدأ أسجل هنا بالجيميل بتاعي. بعد لما بتسجل بالجيميل بيفتح لك الموقع بالواجهة دي. أنت بتدوس هنا على البدء من الصفر، ودي واجهة الموقع ببساطة. الموقع كله بالعربي. تبدأ تديله هنا في الموضوع الصورة اللي أنت عايز تدمجها، وفي الخيار التاني هنا بتبدأ تديله الخلفية اللي عايز تدمج فيها الصورة. تعالوا أوريكم إزاي. هبدأ أجيب صورة عندي، أكتب هنا سيارة دوج وأخش في الصور وأختار أي صورة حتى لو كانت جودتها ضايعه جدا. هنختار مثلا الصوره دي هتبقى صوره العربيه اللي انا عايز ادمجها. طيب انا كده اخترت صوره العربيه. هبدا هنا اجيب صوره صحراء، اي صوره صحراء عندي تعجبني هنا، وليكن الصوره ديت. ابدا احملها كده على الجهاز عندي، وبعد ما حملت الصورتين هبدا اضيف له صوره العربيه هنا، وفي الخيار التاني هبدا اضيف له صوره الخلفيه بتاعه الصحراء. طبعا انت ما تعملش اي حاجه الا لما يظهر عندك هنا علامتين صح علشان يبدا يشتغل على الصوره، وهتكتب له هنا بالعربي اي حاجه، مثلا ادمج لي. بعد لما اضيف له طبعا الصورتين هنا ويبدا علامتين صح هنا تظهر، يعني هو كده حمل الصورتين. ادمج لي صوره العربيه مع صوره الخلفيه، وليكن بطابع ليلي، ويكون العربيه طالع منها من الاطارات بتاعها غبار كده. هبدا اكتبها له كده واشوف هيعمل لنا النتيجه عامله ازاي. ايه الجمال ده؟ يعني انت متخيل الصوره معايا؟ يعني انا لو كان معايا صوره العربيه الاول كنت هبدا اركبها على صوره الخلفيه، وهبدا احاكي الظل، وهبدا احاكي الاضاءه، وهبدا احاكي الالوان بتاعتها، ولسه هبدا اركب الغبار. انا بس كتبتها له كده، هو ركب لي كل حاجه من عنده. لا دي جميله جدا. طيب لو عجبتنا صوره من الاثنين هبدا ادوس هنا داونلود، تبدا تتحمل معانا. تعالوا كده نخش في حاجه مختلفه تاني. هبدا اجيب مثلا صوره توك توك او تاكسي وابدا اركبهم في شوارع باريس. هجيب صوره توك توك عادي، حاسس ان النتيجه هتطلع غريبه جدا. دي صوره التوك توك، هبدا احملها معانا هنا كده، وهركب التوك توك مثلا في شوارع موسكو او في حته ثلج. هبدا اكتب هنا شوارع موسكو. عجبتني الصوره دي، هبدا برضه احملها معايا كده. مهما كانت جوده الصوره الموقع هيشتغل عليها برضه. هرجع تاني للموقع، هبدا اضيف له صوره التوك توك هنا، وهنا اضيف له صوره شوارع موسكو. اقول له ادمج لي الصورتين مع بعض. انا مش لاقي حاجه تاني اقولها له الصراحه، لاني محروق اني بطلب منه حاجه زي كده الصراحه. ابدا ادوس انتر واشوف النتيجه هتبقى عامله ازاي. بصوا هعملها لي، بس في اختلاف. انا طبعا عارف الاختلاف من ايه. الاختلاف ان هنا في الصوره زي ما هو واضح في علامه قلم هنا كده عند الصوره دي، لو دوست عليها هو بيبدا يحلل الصوره دي. هو مش عارف هو ده ايه اللي انت مديها له، بيبدأ يحللها. فهو كاتب له ان هنا دي صورة حاجة ب3 عجلات لونها اسود، ومن فوق كده لونها برتقاني، مع انها هي من فوق مش لونها برتقاني. يعني انت ممكن تعدل في الحاجة دي، بس عامة هي نتيجة مرضية. انا مش عارف هو فين السواق، بس هي حلوة. انت تشكر ان انا طلبت منك حاجة زي ديت وانت عملتها. تعالوا كده نعمل حاجة تاني بسرعة. هبدأ اكتب تاكسي هنا، هتظهر لي الصورة هبدأ اخد الصورة مثلا كده، هبدأ احملها او ابدأ اخدها كده كوبي عادي، مش هتفرق معايا الجودة. كده جبت صورة تاكسي. هبدأ أجيب له مثلا صورة تلج، أي خلفية. الخلفية عجبتني. يلا بينا ندمج صورة التاكسي مع صورة التلج. أبدأ أحذف صورة التوك توك القديمة اللي عندنا وأديله صورة التاكسي. ونفس النظام هنا برضو، هبدأ أمسح الصورة دي وأختار صورة التلج اللي عندي. أسيبهم لحد لما الاتنين يبقى عليهم علامة صح. هو بيحلل الصورة هنا وعمل لي علامة صح كده، الصورتين جاهزين. اكتب بقى هنا اللي انت عايزه وهو هيعمله لك. ادمج لي الصورتين مع بعض، وعايز مثلا الكشاف يكون منور. وايه تاني؟ مش هصعبها عليه اكتر من كده. هبدا ادوس له اوكي هنا، واشوف هيدمج لي صوره التاكسي مع صوره الخلفيه التلج دي ازاي. متوقع النتيجه مش هتبقى احسن حاجه الصراحه، لاني لسه بجرب معاكم
قبل كده، انا شفت النتائج بس لسه ما جربتهاش حقيقي، فاي حاجه بتيجي على مزاجي فببدا اخش وادمجهم مع بعضيهم. لا دي جميله جدا، جميله، مع انه غير لي شويه حاجات في التاكسي كده، بس هي حلوه كنتيجه، حلوه جدا. ودي الصوره التانية، بس لا ممكن اختار الصوره دي، الصوره دي احسن، حاسه كده تاكسي مصري فعلا. دمج لي صوره التاكسي مع صوره الخلفيه اللي انا اديتها له. هبدا احملها كده عادي عشان ديت عجبتني. كده انا قلت لك ازاي تدمج صوره عربيه مع خلفيه. تعالوا بقى نصعب عليه الدنيا اكتر اكتر اكتر. اديله صوره شخص واديله صوره مثلا خلفيه فيها كرسي، واقول له قاعد لي الشخص دوت على الكرسي. هبدا كده سريعا افتح موقع فري بيك واكتب له هنا ان انا مثلا عايز صوره دكتور، وهدوس انتر. اجيب اي صوره دكتور بس عاديه. انا عجبتني صوره الدكتور دي، هبدا احملها، او ممكن تاخدها سكرين برضو عادي كده، عادي مش هتفرق معاه الجوده، لان في مشكله هتواجهنا وهقول لك هي ايه دلوقتي. هبدا اروح اجيب له بس اي خلفيه كده، اقول له مثلا خلفيه كرسي عادي. اشوف، هبدا احمل الصوره دي، ممكن الصوره دي عجباني، هبدا اجرب عليها. تعالوا بقى نبدا نجرب ونشوف هتبدا تظبط ولا لا. هضيف صوره الدكتور اللي عندي هنا، وهنا صوره الكرسي، وهقول له بقى خلي لي مثلا ادمج لي الصورتين مع بعض، وعايز مثلا الشخص دوت يكون قاعد على الكرسي. تعالوا نشوف هيبقى عامل ازاي. انا الصراحه الحاجه دي جربتها، لقيتها ان هي ما بتظبطش على الاشخاص، وهقول لك ليه. لان هو هنا زي ما قلت لك هو بيكتب برومت للصوره، فهو بيكتب حاجه زي ما هي واضحه، هو مش نفس الشخص. يعني هو بيجيب لك الملابس وكل حاجه والصوره، ويبدا يقعد لك الشخص دوت على الكرسي، بس مش نفس الملامح. يعني هو ما بيجيبش الملامح، ده ذكاء اصطناعي. دي الحاجه اللي كانت بس ايه ناقصاهم. بس جميله جدا، جميله جدا 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 جدا. الصوره دي جميله قوي، عجبتني. يعني انا اديت له صوره شخص واديت له صوره كرسي، صوره شخص وصوره كرسي، قلت له ادمجهم لي مع بعض. لما جم لي وعملهم لي بالطريقه الجميله دي جدا. لا عظيمه عظيمه عظيمه. في النهايه يا صديقي، لو كنت بتحلم تعمل تصميمات كبيره واحترافيه بدون وجع دماغ، ومش عارف تستخدم مثلا برامج الفوتوشوب، فممكن تستخدم الموقع دوت، ومن التليفون عادي. الاداه دي لسه بيقول لك هي في الاصدار الاول، يعني لسه لما تتطور هتدي معانا نتائج كبيره جدا. وده كان درس النهارده. لو عجبك ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناه علشان اللي جاي جامد جدا. وقول لي في الكومنتات ايه هي احسن فكره عجبتك، ولو عايزين اشرح لكم درس معين اكتبوا لي برضو في التعليقات. وبس كده، اشوفكم في الفيديو الجاي يا مبدعين. سلام.